ناصر منسي واحد من نجوم نادي الزمالك الفترة دي. يعني لو في كده نجم لنادي الزمالك وفريق نادي الزمالك ناصر منسي، بيعمل يا جماعة مجهود غير طبيعي، مستوى غير طبيعي. يعني ناصر منسي اللي تقول بيهين نفسه في الملعب بمنتهى الأمانة، بخلاف قدراته التهديفية مساهماته بقى. يعني ناصر منسي في ماتشات اللي فاتت كلها اتفرج، شوف شوف المساهمات المساعدات التهديفية بتاعته. الراجل بيلعب بلاي ميكر، يعني مهاجم وبلاي ميكر، عامل مستوى رهيب. وناصر منسي فعلا يستحق ان هو يكون موجود في منتخب مصر، مش موجود بس، يشارك اساسي مع منتخب مصر كمان، يشارك اساسي مع منتخب مصر كمان. هقول لك على حاجه سبحان الله، صدفه. كابتن معتمد جمال لما جه مدير فني النادي الزمالك، لما تولى المسؤوليه مدير فني النادي الزمالك، كان خلاص ناصر منسي مش قاب قوسين، كان ماشي خلاص. يعني ايه، كنت اعتبر ناصر منسي في قائمه الراحلين عن نادي الزمالك قبل ما يجي بيوم مثلا. خلاص الراجل ايه، ماشي من نادي الزمالك وناصر منسي مش موجود مع نادي الزمالك. كان رايح نادي المصري البورسعيدي، وكان في مفاوضات ما بين المصري وما بين ناصر منسي. المفاوضات ما كملتش والصفقه ما كملتش. ده انا بقول لك كابتن معتمد جمال جه اهو قبلها بيوم ولا خلاص ناصر منسي ماشي من نادي الزمالك، والراجل بيلم شنطته وخلاص. كل الامور كلها ان ناصر منسي مش موجود مع نادي الزمالك. سبحان الله، المفاوضات ما تكملش ما بين ناصر وما بين نادي المصري البورسعيدي. الكابتن معتمد جمال بصراحه، النقطه دي بقى احط معلوماتي، كابتن معتمد جمال على قناعه كبيره جدا بناصر منسي جدا. يعني انت لو سالت الكابتن معتمد جمال اما جه تمشي ناصر منسي، الراجل طبعا بالنسبه له ما يمشيش ناصر منسي. هو عارف قدرات ناصر منسي وعارف امكانيات ناصر منسي. رقم اتنين، الراجل اشتغل مع ناصر منسي الفتره اللي فاتت 10/10، خرج افضل حاجه من ناصر منسي بمنتهى الامانه. هو عارف قدرات ناصر منسي قوي، فخرج افضل حاجه موجوده من ناصر منسي بمنتهى الامانه. رقم اتنين، رقم تلاتة، ناصر منسي اعتبر الفترة دي، خد بقى المعلومة المهمة دي. ناصر منسي قال للمقربين منه ان انا من هنا، من اول ما الفترة اللي فاتت دي لحد نهاية الموسم، ان انا دي كانها بدايتي مع نادي الزمالك، بدايتي مع نادي الزمالك. وقال فعلا لبعض زمايله في الفريق، الفرصة لما تجيلي انا مش هسيبها. سبحان الله، اللاعب الفرصة جات له موت نفسه جوه الملعب. ده بيفكرني باللي حصل السوبر الافريقي مع جوميز. ناصر منسي كان قبلها رايح البنك الاهلي، وكان خلاص يعني ايه، حاطط رجل وناقص الرجل التانية. المفاوضات ما كملتش والصفقة ما كملتش، واللاعب كمل مع نادي الزمالك وراح لعب السوبر الافريقي وشارك بديل وجاب جون. هو نفس السيناريو بالظبط اللي بيحصل دلوقتي مع ناصر منسي. كان ناصر منسي في فترة من الفترات كان بعيد وما بيلعبش. كان عدي الدباغ المهاجم الاساسي لنادي الزمالك. فتره تانية سيف الجزيري لعب مع نادي الزمالك. فرصه جات له، احب قوي نوعيه اللعيبه دي. الفرصه اول ما تجيلك استغل، مش هسيبها، هموت نفسي فعلا. ناصر منسي يا جماعه يستحق يكون المهاجم الاساسي لمنتخب مصر. انا بالنسبه لي دلوقتي مش التارجت ان هو يروح المنتخب ولا لا، بقول لك المهاجم الاساسي، افضل مهاجم في الدوري المصري وافضل مهاجم. هتيجي تقول لي مع احترامي للجميع، مصطفى محمد ومحمد شريف وكله، لا، ناصر منسي في حته تاني. وناصر منسي بيحقق لاي مدرب اللي هو عايزه. والميزه عند ناصر منسي، وده اللي بيتكلم فيه مع زمايله واللي عرفته، ان هو الراجل كل ماتش بيقفله خلاص كأن ما لعبش، ما الماتش ده كأنه مش موجود. ان هو بيبتدي كل ماتش كأن ده دماغه نسفت كل اللي حصل، ان انا الماتش ده كان اول ماتش ليا وعايز اثبت نفسي وعايز اموت نفسي. اللي بيعمله ناصر منسي ومستوى ناصر منسي مش من فراغ. الكواليس فيها كتير قوي قوي قوي، هتقول لك الراجل ده في المستوى ده ازاي، والراجل ده ربنا كرمه ازاي. والحاجات دي كلها هتتقال مع نهاية الموسم، وهيتم الكشف عنها مع نهاية الموسم. لكن ناصر منسي محبوب جدا كمان من زمايله في الفريق، بيحبوه جدا. وانا بص، اي حد ربنا سبحانه وتعالى، اي بني ادم في اي شغلانه انت محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كنت ايه ومهما كنت مجتهد محتاج توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ناصر منسي ربنا سبحانه وتعالى مديلي توفيقه يعني، وكلنا محتاجين توفيق ربنا سبحانه وتعالى. لكن ما تحصرش الموضوع في فكره تقول ان اللاعب ده محظوظ، ما كلنا عايزين الحظ، لكن في الوقت ذاته
انت موهوب، وانت متميز، وانت مجتهد، وانت بتشتغل على نفسك، وانت بتطور نفسك. فسبحان الله سبحان الله، الصدفة لعبت دور مهم جدا مع ناصر منسي، والراجل اشتغل على نفسه وطورها، واصبح المهاجم الافضل في الدوري المصري دلوقتي.